اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا من الغم والغلاء يا منزل البركات. اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات واغضض أبصارهم عن الخبائث والمحرمات وزين نساءنا بآداب سورتي النور والحجرات برحمتك يا رفيع الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. وحشتوني كتير كتير. انا عارفة اني غايبة عنكم بقالي فترة، بس يلا اليومين اللي فاتوا دول كنت والله مشغولة جدا. كان عندنا فرح وكنت مشغولة قوي يعني بيه. يلا عقبال كل السامعين يا رب العالمين، عقبال كل البنات كده حبايب قلبي اللي بيسمعوني. وحشتوني والله العظيم تاني، ومش عارفة اقول لكم ايه. يعني انا غبت عنكم فترة كبيرة، بس اعذروني والله مش بايديا. بس يلا رجعت لكم من تاني. ولو لسه بتتفرج على الفيديو جديد ما تنسيش تعملي لايك للقناة، قصدي لايك للفيديو والاشتراك للقناة. يلا بقى متلخبطة بقى، دي لي فترة ما نزلتش فيديوهات وكده، فاعذروني. ونصلي على النبي كده في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنبدأ يومنا كده بالذكر على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واكتبوا لي كده كومنت حلو كده زيكم ويلا نبدأ الفيديو. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ هنعمل بطاطس مطبوخة. اللي في الصعيد عارفين البطاطس المطبوخة دي، ولا متهيالي برضو في القاهرة بيعملوها، يعني في كل حتة. المهم يعني بدأت كده الفيديو معاكم. وريتكم المشتريات البسيطة بتاعتي اللي انا اشتريتها من السوق. زي ما معوداكم يعني اول الفيديو بصور المشتريات الاول عشان خاطر يعني اقدر اعمل الغدا بعد كده. تمام. وبعد ما بعد ما بجيب الحاجة من السوق بوضبها وارتبها واحطها في التلاجة، وبعدين ابدأ الطبيخ بتاعي او الخضار اللي هعمله. تمام. انا قدامكم في الاول خالص وريتكم المشتريات زي ما قلت، وبعدين جبت كده الفراخ بتاعتي، غسلتها غسلة كويس بالملح والليمون ونضفتها كويس وخليتها ميتها كده شفافة.
وبعدين رحت مجهزة حلة كده فيها شوية مية. يا جماعة اللي عايز يسلق الفراخ ما يكترش لها المية، ما يكتر لهاش المية، بتبقى لو كترنا لها المية عشان الشوربة وكده يعني بتبقى الشوربة خفيفة ملهاش لازمة. فبصراحة انا بحب اقلل المية بتاعة الفراخ وبملحها في الاول، احط لها ملح وفلفل اسود ومكعب من المرقة، بتبقى جميلة في الاخر. تاخدي شوية شوربة حلوين وفي نفس الوقت تاخدي حتة لحمة او فراخ يعني وكده، طعمها حلو يعني واصل لها الملح كويس، التوابل كويس كده. ماشي، انا بدأت كده وحطيت الفراخ تتسلق على النار وقلت اجهز الخضار. قطعت البطاطس كده قدامكم، قشرتها في الاول وقطعتها مكعبات او مثلثات زي ما بنقول هنا. وبعدين جبت بصلتين حلوين كده، وبعدين ايه، على فكرة انا مسحه الرخامة كذا مرة، الرخامة دي ما بسيبهاش كده مش نظيفة، على طول بمسحها. فاي حاجة هتقع على المطبخ عادي بشيلها وانا ايه مطمنة يعني ان الرخامة نظيفة. بس جبت البصلتين حلوين كده كبار، رحت مقطعاهم عامل التخديعة او عامل الصلصة بتاعة البطاطس. تمام، زي ما انتوا شايفين كده قطعتها وركنتهم على جنب. وبعدين جيت عند هنا عند البوتاجاز، ركنت الفراخ على جنب تتسلق براحتها. ماشي، ونجيب حلة كده وهعمل فيها البصل احمره عادي يعني. ماشي، احط حبة سمن كده حلوين، ماشي، عشان الصلصة بتاعتي تبقى حمرا و... وبتلمع كده، او فيها ايه يا ربي، مش عارفة اجيبها لكم ازاي يعني، بتبقى بتلمع يعني وكده ما تبقاش مطفية. ماشي، احمر البصل كويس، مش هخليه مصفر، لا احمره عادي عشان الصلصة بتاعتي تكون حمرا. وده سر نجاح الصلصة، لو كانت البصل لو كان ابيض ده بيخلي الصلصة طبعا بيضة وملهاش 30 لازمة. يعني على حسب ما سمعت او على حسب ما يعني ما اتعلمت او شفت ماما وحماتي بيعملوا كده. فبصراحة انا يعني اقتنعت بكده، لان فعلا بيدي نتيجة حلوة في الاكل وفي طعم الاكل وكمان في لون الطماطم نفسه. انا كده حمرت البصلة كويس، هجيب الطماطم بتاعتي الجميلة دي. طماطم حلوة اليومين دول بصراحة يعني جميلة، ربنا يهديها ويهدي سعرها شوية علينا. بس يلا، لو لسه لغاية دلوقتي بتتفرج على الفيديو متنسيش تصلي على النبي واللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. بص دوس على السهم دوت اللي بيظهر قدامكم ده، على الجنب كده هتلاقي علامة الجرس، دوس عليه عشان يوصلك كل جديد بعمله وهعمله ان شاء الله. انا كده ايه، بعد ما الطماطم طبعا اتسبكت، رحت جايبه البطاطس حطيتها في الطماطم وسبتها بقى مع نفسها وركنتها على جنب برضو. وانا هنا ايه هحط حلة للرز يعني وكده. ماشي، هعمل كده شوية رز حبة وحبة، مش عارفة يا ربي والله نسيت يعني. هو رز حبة وحبة عشان انا يعني بحب الرز ابو شعرية قوي، فالمرة دي ما عملتهوش، ولكن ايه قلت نعمل الرز حبة وحبة وكده. ماشي، ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم يا حبايب قلبي، وحشتوني كتير يعني. بصراحة يعني وحشني الكلام معاكم، وشجعوني كده عشان الأيام اللي فاتت يعني كنت مشغولة، عندنا فرح ومش عارفه ايه، فبعد الفرح كمان قعدت وما قدرتش انزل فيديوهات وحاجات لاني كسلت خالص. ولقيت القناة بتاعتي مفيش خالص تفاعل ولا اي حاجة يعني. من اخر فيديو عملته هو لغاية دلوقتي مفيش اي حاجة جدت يعني وكده. ماشي، فكنت كل ما افتح القناة اشوفها مفيش اي جديد، فكنت بكسل انزل فيديوهات وحاجات من دي. ولكن شجعوني كده وان شاء الله كده ايه الدنيا تبقى كويسة. واحنا دخلنا على الشتاء بقى وايه، الشتاء يعني اكل والاكل يعني الشتاء.
فخلينا مع بعض كده حلوين، وهنشوف احلى ايام مع بعضنا حلوة ان شاء الله. انتوا اخواتي وعيلتي التانية والله، ربنا يديمكم في حياتي يا رب. يلا ما تنسيش تعملي لايك. تمام حبيبة قلبي، والله انا بحبكم قوي، بحبكم في الله. لو قعدت اشكر فيكم من هنا للسنة الجاية مش هوفي اي جميل بتعملوه معايا، سواء اللايكات اللي انتوا بتحطوها لي او كومنت حلو زيكم، والله بحبكم في الله. احنا كده ايه، بنبتدي نحمر شوية الرز اللي احنا حطيناهم في الحلة دول. انا بحط حبة كده بسيطة يتحمروا، وبعدين ايه هحط عليهم الرز الابيض العادي اهو بتاعنا اللي احنا غسلينه. لو لاحظتوا عليا هتلاقوا بعد ساعات بغسل الرز وبعد ساعات ما بغسلهوش. لما بكون شارياه سايب من عند العطار انا بغسله. لو شارياه مكيس او في كيس يعني مغلف، انا ما بغسلش الرز، بحس ان هو فعلا نظيف. وبعد ساعات بشتري برضو اكياس رز مغلفة، وبحس كده ان هي عايزة تتغسل فبغسلها عادي يعني. ماشي، نقلب كده شوية الرز كده على النار مع الرز المحمر شوية، وبعدين ننزل بالشوربة بتاعتنا الجميلة دي. والله طلع شوية رز من الكتاب بصراحة يعني، حاجة حلوة. هنغطيهم كده، وكده هيبقى فاضل دور السلطة وكمان تحمير الفراخ. هنعمل كده شوية سلطة حلوين. جبت الطماطم وجبت بصل وخيار، واعمل طبق سلطة حلو. وما كنتش حاطه الخضرة في الطبق ده. الخضرة يعني ايه اللي هو اللي انا بحب في السلطة اللي الكزبرة الخضراء بس، ما بحبش اي نوع خضرة تانية. المهم هجيبها في الاخر واقطعها برضو. ما تنسوش تصلوا على النبي يا حبايب قلبي. يلا مش افتكاسة يعني، ولكن ايه بنشجع بعضينا. اللي لسه ما عملتش غدا لولادها، إيه اللي مكسلة تقوم. انا والله بيمر عليا وقت كده كتير ببقى مكسلة اقوم اعمل حاجة، او اقوم اشرب يعني اجيب شوية مية لروحي. تمام، فانا بصراحة يعني قلت لا نتشجع كده مع بعضينا، عشان السقعة والبرد ده هيخلينا نروح في حتة تانية خالص، والولاد ملهمش ذنب خالص معانا. فنقوم كده ونتشجع بصراحة يعني. انا مش عارفة ليه في الشتاء انا ببقى متحمسة جدا ان انا اقوم اعمل الحاجة، ولكن بيجي عليا وقت ابقى مش قادرة اقوم والله من مكاني. بس متهيألي كلنا على نفس الوضع ده يعني. بيجي علينا حبة كده نبقى متحمسين وبنعمل في الحاجات، نعمل في الشقة ونشقلب فيها ونعمل ونرتب فيها و... ويجي علينا وقت ما بنبقاش قادرين خالص، مستحيل نقوم. ولكن نعمل ايه عشان خاطر الاطفال اللي معانا يعني، مش ذنبهم حاجة معانا وكده. يلا كله على الله واللي لسه كده ايه، انا جبت الخضرة بتاعتي اهو وغسلتها. مش عارفة يا رب انا كنت حطاها في الطبق ولا لأ. يلا مش مشكلة، المهم انا كنت غسلاها وحطاها معاهم باين. قطعنا الطبق السلطة كده على السريع، وشوية سلطة حلوين والله. طبق السلطة ده مفيد، انا ما كنتش باكل سلطة خالص خالص، ما كنتش احبها يعني. كنت بعملها لولادي، شايفين انا بمسح الرخام اول باول على طول. اي حاجة بعملها على الرخامة لازم ايه انضفها. إيه انا عن نفسي ما كنتش باكل السلطة خالص، كنت بعملها لاولادي وهم اللي كانوا بياكلوها انا لا. دلوقتي ادمنتها بسبب الخضرة اللي بحطها فيها دي، يعني انا ما بحبهاش غير كده. يعني لو مثلا طماطم خيار لا ما باكلهاش بالطريقة دي، الطريقة دي احلى. او كل واحد وذوقه يعني في الاكل. البخار طلع علينا، شايفين الطماطم عاملة ازاي البطاطس يا جماعة ما تقلبوش فيها كتير، لان لو قلبتوا فيها بتتهري كده، ما بتبقاش احسن حاجة. ادي الطماطم بتاعتنا والبطاطس استوت، والطماطم زي العسل حمرة كده وجميلة. وادي شوية الرز، والله الكاميرا ظالمة شكل الاكل،
بجد الكاميرا ظالمة شكل الاكل يعني بجد. انا بحاول اوضح لكم، وشكل الرز تحفة. الرز ده انا من عشاقه، بيبقى ريحته جايبة لاخر الدنيا. وهنا على فكرة مش انا اللي بعمل الفراخ، آه بس يا رب تعجبكم برضو. هي انا عاملاها بالفيجيتار، ماشي، من غير بيض ولا اي حاجة. وبتطلع جميلة. الفيجيتار بيبقى لازق عليها يعني ماسك فيها كده، ما بيمشيش منها. خدت بالكم انتوا ما بيمشيش منها دي. يلا يا حبايب قلبي، يا رب الاكل النهارده يعجبكم والفيديو بتاعنا يعجبكم. سلام.